البطل المصري. مرة خذ راحتك. ما عندنا شيء الليل. حساباتك يا دكتور محمد. عاوزين حسابات لسه حتى الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك. تعال يا كابتن تعال هنا. تعال خليك جنبي هنا. طيب ناخذ صورة جماعية أول وبعدين نبدأ الاشتراك. كلنا يلا يا شباب. نوحد الموجة يا شباب. ناخذ الموجة. أسعد الله مساكم بكل خير. أولا استأذن الكباتن حقونا أبو حنين وأبو فيصل وأبو المهند. استأذنهم الليلة إني أنا أكون المتحدث الرسمي نيابة عنه. اليوم استضفنا الرحال الكبير العالمي المصري محمد ما شاء الله ما شاء الله. أنا بقول عليه هو أبو الدراجة وأبو الرحلات. إلى الآن ما شاء الله تبارك الله عيني عليك باردة. 82,000 كيلو ما شاء الله و700. هذه إذا ما حضرتني الذاكرة. ما شاء الله تبارك الله بالدراجة. كابتن قدم الشيء الكثير طبعا لمصر من ناحية الدراجات. أسس لا يقل عن 4-5 جروبات أعتقد. 8 فرق أساسية في عدة مدن كدولة مصر. عارفين لما نتكلم مصر نتكلم ما شاء الله على شعب عظيم. اليوم شرفنا فيه صراحة كان من المرحبين إنه يتعرف على الجميع اللي جو خير وبركة. يقدم نفسه ويعطينا نبذة عن مشروع الرحلة اللي هو فيها. تفضل. يعني السلام عليكم. اولا انا حرفيا فخور جدا جدا جدا. يعني انا عايز اقول لكم ان 29 يوم او 28 يوم فيهم ارهاق وفيهم تعب وفيهم اكل وغير انتصار. سخونيه اكثر من مره، درجه الحراره بتاعتك عليا لحد امبارح. انا فعلا جسمي ده متكسر اقسم بالله. عايز اقول لكم كل ده نسيته بجد بجد نسيته، لان انا محمل الرساله ديت مش مصر بس، ده محمل بيها كل واحد مننا. كل شخص لابس خوذه ومحمل بيها ان احنا نشر ثقافه ركوب الدراجه. ده حاجه مهمه جدا ان احنا لازم نشتغل عليها. يمكن في حب رسول الله اتجمعت معاكم. انا رحلتي من بسيون غربيه، دي مركز في جمهوريه مصر العربيه تابع لمحافظه الغربيه او طنطا بالتحديد. الرحله هدفها كان الاول والاخير هو ان انا حلم حياتي ان انا اعمل عمره بالبايسكل او بالدراجه بتاعتي. بعد ما لفيت مصر كلها، لفيت مصر عامل بالظبط اجمالي 75 رحله. من دولت اجمالي من فوق ال 20 يوم وانت طالع. اما في رحلات بشكل يومي ودوري واسبوعي. تمام. عايز برضه اقول لكم احنا كلنا شغالين، واللي فينا موظف واللي فينا صاحب مهنه حره واللي فينا يعني احنا مش انا بتكلم ليه كده، لان انا بسجل فيديو وده هينزل عندي على الشانل بتاعي. بوصل للناس ان احنا مش فاضيين اساسا. احنا عندنا الشغل الخاص بينا، ولكن هي دي هوايه. احنا بنتجمع في حب هوايتنا. يمكن تقريبا ممكن يعني انا على ما اعتقد ان ممكن تكونوا تعرفوا بعض كويس من خلال البايك، وممكن تعرفوا بعض اسماء ثنائيه بس يعني على ما اعتقد ان ذلك الامر. تمام. لان احنا اتجمعنا في حب حاجه احنا بنحبوها. تمام. انا كان ليا الشرف الكبير ان انا اتقابل بيكم زي ما قلت في حب رسول الله. يعني لولا ان انا طالع رحله اشوف حبيبنا وقائدنا واعظم شخص في العالم واعظم مخلوق على وجه الارض هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ان انا اصلي في رحابه وان انا اعمل عمره في مكه المكرمه. ان شاء الله لسه العمره ما اتنفذتش، ان شاء الله يعني يوم الجمعه تكون هنفذها وبدعمكم طبعا بشكر يعني انا مش عايز هو كبير مجال، ولكن بشكر الكابتن محمد فقيه على ان هو حرفيا قلت له النهارده ان مجرد ما شفت المسج بتاعه اقسم بالله كنت في قمه السعاده. الموضوع كالاتي، ان انت بتحس ان انت في ناس بتحب الحاجه دي، مش محتاج منهم حاجه، انت قد ان هو مجرد شفت المسج بتاعه. انا كنت على طول مش هشوفه والله، يعني هو بعت المسج وقال لي ان احنا نكون في انتظارك ضروري جده
وده متخيل إني مش هشوفه، بس عايز اقول لكم كميه السعاده اللي انا شفتها في المسجد، يعني حاجه كانت لا توصف. بشكركم طبعا، وانا فخور جدا ان انا اتقابلت معاكم. ده اليوم رقم 29 لي على الطريق. ماشي 1855 كيلو كان امبارح، ما اعرفش كام كيلو النهارده. اجمالي الكيلوات اجمالي الكيلوات من اول ما بدات من 2014 اللي هو 81800 ما شاء الله. ممكن نخلص الرحله ان شاء الله تكون 82000. من 2014 بكتب في سلسله كتب اسمها الرحاله المصري. ما شاء الله. عملت 2 جزء منها، وبكتب في كتاب من 2016 لسه ما خلصش ولسه هيخلص ان شاء الله في 2025 اسمه انا بعمل حاجه ملهاش 30 لازمه، لان دي اكتر كلمه اتقالت لي في حياتي. تمام؟ ان انت بتعمل حاجه ملهاش 30 لازمه، ولكن حط الدراج جده بين قوسين لا 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 الدراج جده احنا بالمناسبه ان كتاب من مصر للسعوديه على العجله كتبت لحد امبارح 128 صفحه. ما شاء الله. يكون لنا ان شاء الله الشرف الكبير ان انا يكون لكم اكتر من صفحه فيه باذن الله. فده ان شاء الله يعني على ما اعتقد في المدينه المنوره بنعمل معرض كبير، معرض زي معرض القاهره الدولي. الكتاب ده هينعرض في 2024 شهر 1 الجاي ان شاء الله، يعني كلها احنا في شهر كام؟ يعني الشهرين ان شاء الله وينعرض. الذاكرة راحت ولا ايه؟ شرفونا في مصر. مصر دي بلد يعني ام الدنيا. يعني مش يعني هي طبعا ام الدنيا، ولكن طنطا. ما فيش حد هنا الا وزار مصر. ده طبعا ده شرف كبير لينا والله. طنطا. بشكركم طبعا على طنطا. طنطا طبعا. طنطا ديت يعني يعني بلدي وحبيبتي. فشكرا جدا والله على الاستقبال وعلى الحفاوه وعلى اخواتي وعلى المشايخ الجميله وكل حاجه. فبشكر عيالتي انا هاجي بصراحه. كده. بقول لها ايه بقى؟ بقول لعيالتي ايه؟ بشكرها لان طبعا هي السبب ان احنا نتجمع هنا. بقول لها ان عشقي لدرجتي حقق حلم طفولتي، فخطيت الليل والنهار بين الجبال والاغوار، ورفعت اعلام بلادي على منصات الانتصار، فانت يا مصر اسنى غايتي ورساله السلام في ذهاب وعودة. شكرا جدا لكم. يعني ما شاء الله رياضي وأديب كمان. تحية الكابتن محمد يا شباب. يعني ما شاء الله رياضي وأديب يعني على لا كذا والله. بدأت الأسواق ما شاء الله عليك. بهذه المناسبة احنا قدمنا كذا زي ما تقول للذكرى. لا ليس بجد هنا. تسلموا لي صور تسلموا لي. الشباب اللي عملوا لها برزنتيشن حطيناها هنا. لا بجد عندنا هنا قائد ابو راشد، قائد ابو المهند ابو راشد اللي هو جروب الصقور، وهنا جروب الفرسان نيابة عن فريق دراج جدة بيقدموا لك حاجة للذكرى، ما هي لا تليق بالمقام، لكن احنا نقول لك سامحنا. لا خالص. انا عايز اقول لحضراتكم كمان بالمناسبه الصوره دي انا صورتها في يوتيوبر او سناب شات كبير قوي عندكم، هو اللي صورني الصوره دي على بعد املود. الصوره دي فرحتني، فرحت بقى اكتر لما لقيت اللوجوهات بتاعتكم موجوده عندي. بجد انا فخور جدا بيكم وبالعظمه اللي انتوا عملتوها دي. ورساله والله العظيم لكل دراج، نتمنى ان احنا نكونوا زي دراجين المملكه بشكل عام، المملكه العربيه السعوديه. دراج جده بيوصل رساله للرياضيين في الاخلاق، في التنظيم، في السيفتي، في كل حاجه، في الحب، في العطاء. فبشكر كل واحد باسمه، كل شخص باسمه. بشكر يعني شرف كبير ليا اخويا الكابتن محمد الفقيه على ان هو عرفني لكل الناس وكل الكباتن الجميله دي. بشكركم بجد والله. العفو يا بشكركم. طيب، احنا نقدم لك شيء للذكرى من يد ابو المهند ابو راشد نيابة عن فريق دراج جدة. 14 التصوير. شكرا. دقيقة. اي معلش احنا حنقطع لك الاكياس لا يا نهار ابيض ده بس يعني علشان يعني هذا التيشيرت دراج جدة. شرف كبير ليا طبعا، شرف كبير ليا طبعا ان انا ارتدي زي يعني من بعض الزياهات بتاعتكم او الجرسات بتاعتكم. يعني شرف كبير ليا. انت كابتن محمد الان قدوة لنا. الله يخليك، تسلم. تسلم. وعايز اقول لحضرتك ان ده اللون المفضل ليا، هو اللون اللي جاي ده.
يعني دي الوان المفضله لي.